بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا نتدارس معكم شيء من علم الحديث، وسنتكلم عن رد الحديث لسبب المتن. والمتن قد يكون متن يرد بسبب الشذوذ أو الإنكار أو غير ذلك من الأمور. فما معنى رواية الشاذ أو الحديث الشاذ؟ فقد تناولنا أنه نقبل الحديث أو رجال الحديث فيهم الضعيف وفيهم المقبول، أصحاب الحديث الحسن المقبول، وفيهم الثقة وأيضا الحافظ. فثلاثة هذم أصحاب رجال الحسن، وهذم أصحاب رجال الصحيح، وهذم أصحاب حديث الضعيف. ففي هذه الرواية، رواية المقبول تسمى برواية أو حديث حسن. فما هو الشاذ؟ الشاذ هو رواية رجال الحسن أو رجل يروي لنا حديث اللي هو حديث المقبول، فيخالف حديث من هو أوثق منه اللي هو رجال الصحيح. يجيب لنا حديث، هذا الحديث يخالف حديث رواه رجال الصحيح، فيسمى هذا الحديث اللي رواه صاحب الحسن يسمى بالشاذ، مع أنه من رجال الحسن ولكن خالف من هو أوثق منه. وهذا الحديث يسمى بالمحفوظ الذي رواه رجال الصحيح. فيكون الشاذ هي رواية تخالف رواية من هو أوثق منه من ناحية الضبط أو من ناحية العدد. من ناحية العدد وش معناتها؟ معناتها رواه جماعة كثيرة من رجال الصحيح مثلا، أو حتى رواية معناتها أو يخالف حديث آخر رواه جماعة كثيرة من رجال المقبول، من رجال الحديث الحسن. فالشاذ والمحفوظ يشترط أولا أنه روايتين متعارضتين. فرواية المقبول خالف فيها رواية أيضا مجموعة من رجال المقبول، معناتها رواية أخرى رواها جماعة كثيرة من رجال المقبول، فهذا خالف من هو أوثق منه وأكثر منه عددا من رجال المقبول. أو من ناحية الضبط فيروي رواية يخالف فيها رواية أخرى لرجل من رجال الصحيح، مثلا يقال ثقة أو ثقة حافظ، فيخالف بذلك رواية رواها رجل من أصحاب الصحيح اللي هو الثقة أو الحافظ الضابط. فيكون هذا الحديث الذي رواه المقبول بالشاذ خالف رواية رواها رجل الحديث الصحيح اللي هو الثقة والضابط والحافظ، فتسمى رواية الضابط بالمحفوظ، وتسمى الرواية التي خالف بها صاحب الحديث الحسن بالشاذة. وقد يخالف أيضا من هم أكثر منه عددا وحتى وإن كانوا من نفس المنزلة، فيكون حديث واحد رواه فرد واحد من رجال الحسن، فخالف بذلك حديثا آخر رواه مجموعة من رجال الحسن، فيسمى الأول بالشاذ ويسمى الرواية الثانية بالمحفوظة، ولأنها خالفت من هو أكثر منه عددا أو خالفت من هو أكثر منه ضبطا، فتسمى رواية المخالفة التي رواها رجل من رجال الحسن بالشاذة وهي مردودة. والرواية التي رواها الرجل الضبط التي خالفت هذه الرواية تسمى بالرواية المحفوظة الصحيحة المقبولة. الله الموفق، هذه إلى سواء السبيل.